السلام عليكم. النهارده جاي أحكي معاكم حكاية حصلت من شهرين، كانت عاملة قلبة وواخدة صيت وضجة ووجعت قلب الناس كلها في مصر. في بلد أو قرية صغيرة اسمها منشية البكاري، دي تابعة لمنطقة الهرم في الجيزة. ناس فلاحين بسطة على قد حالهم، من المناطق الشعبية الزراعية بتاعتنا بتاعت زمان، اللي هي البيوت اللي يعني دور دورين وناس عايشة على الزراعة وتربية الحيوانات اللي هم الناس الطيبة الحلوين بتاعت زمان دي، اللي لسه فيهم خير دول. المهم بطل قصتنا النهاردة اسمه حمادة. حمادة شاب متعلم متدين، لسه مخلص تعليمه، تعليم أزهري. المهم خلص تعليم من هنا، فاتح أهله، أنا عايز أتجوز. تمام، زي أي شاب في السن دون عايز يتجوز. طيب في دماغك حد يا حمادة؟ لأ، اختاروا لي انتم على ذوقكم. تمام. المهم أمه تدور من هنا، أبوه يدور من هنا، عرفوا له برضه إيه ناس عندهم بنت جميلة ومحترمة ومتدينة برضه. قالوا تمام. عيلتها نفس عيلة حمادة، ناس غلابة وبرضه على قد حالهم وبتوع زراعة، نفس المستوى الاجتماعي. راحوا تقدموا لهم وتمت الجوازة، زي ما بيقولوا جوازة صالونات. أنا مش فاهم يعني إيه جوازة صالونات، مالها جوازة الصالونات؟ ما أهلينا اتجوزوا صالونات، أجدادنا اتجوزوا صالونات وخلفوا ناس كويسة ومحترمة ومعتبرة، والناس دي خلفت ناس محترمة ومعتبرة. المهم خلينا في موضوعنا. اتجوز حمادة وبدأت الحياة، حياة زي أي حياة بيبتديها أي اتنين بيحاولوا يقفوا مع بعض على رجليهم ويساعدوا بعض، بالذات إن حمادة يعني موظف فرد أمن، يعني غلبان على قد حاله ومرتبه يا دوب يعني، فالدنيا ماشية بالزق زي ما بيقولوا. بدأت مراته تجيب شوية طيور وتربي بحيث إنها تساعد برضه في مصاريف البيت، وهي تمشي الدنيا شوية مع جوزها. وعدت الأيام، يوم في يوم، في شهر في التاني، وعدت السنين لحد ما بقى عندهم 3 أولاد. كبير سيف 13 سنة، اللي بعد منه جنى 11 سنة، والصغير مصطفى 6 سنين، يعني ولدين وبنت. طبعا الحياة زادت صعوبة، والمصاريف وأعباء الحياة بقت صعبة أوي على حمادة، بالذات إن الولاد كبروا وبيكبروا ومصاريفهم بتكتر، وحمادة مرتبه على قده، فالدنيا بقت صعبة وضيقة. فلما الدنيا بتصعب وبتضيق المشاكل بتكتر، فالمشاكل زادت ما بينهم. طبعا كانت بتطلب منه حاجات، تطلب منه طلبات هو مش قادر يلبيها، مش قادر يجيبها. عايز هدوم جديدة، الواد عايز عجلة، لا البت مش عارف عايزة ايه. فطبعا حمادة ايه، ماسك على نفسه غصب عنه، هو مرتبه يا دوب على قد أكلهم وشربهم وماشيين الحياة بالعافية. بدأت مرات حمادة تطلع تشتغل، اللي هي كان اسمها زيزي بالمناسبة. طلعت تشتغل تخدم في البيوت، بالذات عند الجماعة كبار السن، الحريم كبار السن اللي هم مش قادرين يشتغلوا، مش قادرين يخدموا نفسهم. فكانت بتروح مثلا تغسل هدوم دي، تساعد دي، تدي الدواء دي كده وبأجرتها. ومش حرام طالما شغل بالحلال وبعرق جبينها وماشية مظبوط، مش حرام. يعني كانت بتخرج تشتغل يومين 3 في الأسبوع، بتجيب يعني جزء من مصاريفها ومن مصاريف عيالها ومن مصاريف بيتها، بتساعد. بس المشاكل ما زالت موجودة، وما زالت هي مش راضية بحياتها ومش راضية بعيشتها، وبدأ على طول يبقى فيه تاتش وفيه نرفزة في البيت. فمرة من المرات شدوا مع بعض جامد، غضبت، راحت عند أهلها. غضبت دي عندنا بالمصري يعني سابت بيت جوزها وراحت بيت أهلها، زعلانة يعني. قعدت أسبوع عند أبوها بس برضه مش مرتاحة. أبوها راجل برضه على قد حاله، عيشته على قد حاله ومصاريفه على قد حاله، هيصرف على نفسه ولا على بيته ولا على مراته، ولا هيصرف على بنته ب3 عيال؟ يعني زي ما بيقولوا هم ما يتلم، أجيب منين؟ اتكلم معاها أخوها، قال لها يا بنت الحلال استهدي بالله، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، مالكيش غير بيتك وجوزك وعيالك، حاولي تستحملي وتعيشي، الدنيا ضيقة على الناس كلها، انت مش أقل من حد، الناس كلها بتحاول تعيش وتحاول تمشي أيامها، استهدي بالله من الشيطان الرجيم.
قالت له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خدها ورجعها بيتها. تمام. شهر في التاني وبرضه الدنيا مش مستقرة لا معاها ولا مع جوزها، والاتنين خلاص تربسوا دماغتهم قصاد بعض. الاتنين بقوا بيتنشنوا على أي حاجة، أي حاجة صغيرة بقوا يزعلوا منها ويزعقوا لبعض هما الاتنين. بعد شهرين راحت تاني عند أهلها، برضه نفس الكلام، اللي هو برضه الوضع برضه يعني لا أبويا حالته مرتاحة عشان أقعد عنده، ولا عارفة أروح أقعد عند جوزي. طب أروح فين؟ لا هي لا مرتاحة لا هنا ولا مرتاحة هنا. قعدت لها 10 أيام. بعد كده جه خالها قام جاي واخدها، قال لها تعالي يا بنت الحلال، مالكيش إلا بيتك وجوزك وعيالك، روحي روحي واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خدها من إيدها وراح وداها لجوزها. قالت يلا أما أقعد وخلاص، أهي عيشة كرب بكرب، وعلى أقل مكان لممنا أحسن ما أروح أتبهدل عند الناس اللي هو عند أبوها، ولا في مكان ولا في مصاريف ولا في بتاع. أديني قاعدة وخلاص، هطلع يوم ولا اتنين ولا تلاتة هاشتغل، حتى أجيب شوية مصاريف ليّا وللعيال وأهي ماشية الدنيا. بس هي مش راضية. المهم في اليومين دول كانت بتروح تجيب علف من عند بتاع الطيور، صيدلية بيطرية، مكان بيبيع أعلاف وأدوية بيطرية وكلام من ده. فكانت هي بتتعامل معاه، بتجيب منه علف للطيور اللي هي بتربيها عندها في البيت. فبدأ إن هي يتكسر عليها فلوس، يعني مرة في مرة لأ عليا 50 جنيه، لأ عليا 100 جنيه، لأ اصبر يا أخويا، لأ كلام من دون. المهم فتحت عنده حساب، ففتحت الحساب ديًا بتجيب برضه كلام، لأ اصبر عليا، ده الظروف معايا مش كويسة، هو أنتِ جوزِك مين؟ طبعًا الكلام بقى فتح بعضه بقى، أنتِ مرات مين؟ ده أنا مرات كذا كذا، وجوزي شغال بتاع أمن وراجل غلبان وعلى قد حاله، وبدأت تحكي له في الظروف. طب ليه؟ ليه؟ ليه يا ستّي بتحكي له ظروفِك ليه؟ هو مين عشان تحكي له ظروفِك طيب؟ ده راجل غريب عنِّك مهما كان يعني. المهم لأ، طب خلّي عنِّك خالص، لا ده والله مكانِك، وتعالي في أي وقت وخدي اللي أنتِ عايزاه، أنا تحت أمرِك، أنا خدّامِك. كلام ما لوش لازمة بقى، ما هي فتحت له الباب. المهم خدي رقم تليفوني، لو احتجتيني في أي وقت هتلاقيني، عايزة أي حاجة أنا تحت أمرِك. خدت رقم تليفونه، اتصلت عليه، صارت ما بينهم اتصالات، والاتصالات جابت حكايات، والحكايات جابت روايات، وأسرار بيت تطلع برّه، وأنا زعلانة من جوزي، لأ ما جابلناش أكل، لأ ما جابلناش شرب، لأ ما جابش هدوم للعيال في العيد. ماله هو ومال الكلام ده؟ بدأ بقى الشيطان بقى يخش بقى، أنتِ تحت أمرِك بقى واللي أنتِ عايزاه وخدامِك من جنيه ل1000 وعينيا. بدأت بقى تحس معاه بالحنان بقى، وبدأ المعلم يصرف وينصب شباكه، بالذات إن أحمد البيطري ده في اليومين دول كان منفصل، كان مطلّق مراته عشان مراته ما كانتش بتخلّف، يعني أعزب، فبيحوم، بيشمشم. طب بتحوم طيب بتحوم على واحدة متجوّزة ومعاها عيال، يعمى القلب والنظر والبصيرة. المهم بدأ يخش معاها في الغويط بقى، أنا راجل بطولي ومعايا شقتي وقاعد لوحدي والحمد لله مستورة معايا والدنيا معايا تمام، محتاج واحدة ست حلوة تكون معايا، أصرف عليها وأدّيها عينيا، ويا ريت لو كنتِ أنتِ، وعيالِك دول عيالي وهاصرف عليهم، أنا راجل اتحرمت من الخلفة وأنا باحب العيال، وعيالِك دول عيالي وهاحطّهم في عينيا. وكلام بقى اللي هو كلام شياطين بقى. الست دماغها لان ودوّر دماغها وحَوَل دماغها على جوزها وعلى بيتها وعلى حياتها وعلى مستقبلها. كلّمت جوزها، طلّقني، أنا عايزة أتطلّق. يا بنت الحلال استهدي بالله، قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كده واتوضّي وصلّي لِك ركعتين. يا بنت الحلال خلّينا نعيش، إحنا مش بطولنا، معانا 3 عيال وعيالنا كبار، استهدي بالله. قالت له: "لأ طلّقني." ما التاني عمّال بيزن على دماغها من اليمة التانية، طلّقني، مش قاعدة لك فيها، وتاخد عيالها وتروح للمرّة التالتة عند أهلها. دي كانت آخر مرّة تروح عند أهلها. قعدت أسبوع، طبعًا التاني بيتصل بيها، إيه وصلت لإيه؟ هيطلّق. قالت له: "لأ مش عايز."
أنا مشيت وسِبت له البيت وقُلت له طلّقني وقعدت أزن عليه وهو ما فيش فايدة، هو قال لي مش هاطلّق. التاني بقى الشيطان بقى أحمد البيطري قال طَب ما أكلّمه، طبعًا هو معاه الرقم واخده من زيزي مرات حمادة، اتصل عليه، "إزيك يا حمادة؟" قال له: "أيوه مين؟" قال له: "مش مهم تعرف أنا مين، أنا عايز أقول لك بس كلمتين بس، مراتك بتخونك." قال له: "إيه؟" قال له: "مراتك بتخونك." قال له: "أنت مين وإزاي بتقول الكلام ده؟" قال له: "مش مهم تعرف أنا مين، بس أقول لك إزاي أنا باقول الكلام ده، أنا معايا الدليل." قال له: "إيه دليلك؟" قال له: "مراتك شكلها كذا، كذا، وصفاتها كذا، كذا." ادّى له أوصاف مضبوطة في شكل مراته. طبعًا مرات حمادة منتقبة، يبقى إزاي جاب الأوصاف دي؟ قال إذا كان شافها. ساعتها مرات حمادة عند أهلها غضبانة. حمادة طبعًا اتصل بمراته في التليفون، قال لها على الموضوع، قال لها: "أنا في واحد اتصل بيّا وقال لي إن أنتِ بتخونيني، وادّاني الدليل وقال لي أوصافِك كذا، كذا، كذا." التانية تتشال وتتحط وتتهبد، إزاي؟ حرام عليك، حرام عليه، أنت عارف إن أنا عمري ما أعمل كده، أنا سِت بتاعة ربنا، أنا عارفة ربنا، وتبكي وتعيط. صعبت على حمادة وصدّقها، عشان الراجل عايز يعيش برضه وعنده عيال. عدّى الموضوع، بعدها بيومين اتصلت بيه، هي طبعًا عند أهلها، اتصلت بيه من عند أهلها، في اليوم دوًّا كانت اتزحلقت على الأرض، رجليها اتجزعت، فكلمته قالت له: "أنا رجليّا اتكسرت." زي ما هي قالت له، رجليها اتكسرت الحقني. المهم راح خدها ودّاها المستشفى، كشفوا عليها، ربّطوا رجليها، "لا تمام ده جزع ما تقلقش." وكده، وقام جاي واخدها البيت بعياله، قعدت يومين عنده، تالت يوم الراجل جاي من الشغل ما تلاقيهاش في البيت، راحت فين؟ قال دي بقى أكيد راحت عند أهلها تاني. المهم الراجل قال لك: "يا عم كبّر دماغك منها، هي كده، كده يوم والّا 2 وهتيجي لوحدها يا إما هيجيبوها، أخلّيها." ما اتصلش وما سألش، يوم، التاني، التالت، هي راحت فين؟ فبيتصل عليها على تليفونها، تليفونها غير متاح، أول يوم، تاني يوم، تالت يوم، تليفون مقفول. كده عدّى أسبوع على غيبتها من البيت، طبعًا أول 3 أيام نِفْسه عزيزة فما رضاش يتصل عليها، بعد أول 3 أيام فبيتصل تليفونها غير متاح ومقفول، 3، 4 أيام، فكده عدّى أسبوع، ما يعرفش عنها أي حاجة، فاتصل بأخوها: "أختك فين يا ابني؟ أختك بقى لها أسبوع مش في البيت." قال له: "أختي مش عندنا، ما جاتش." "إزاي؟ والعيال؟" قال له: "لا هي ولا العيال، ولا أعرف عنهم حاجة." أتاري المعلمة راحت سمعت كلام الشيطان، الشيطان أحمد البيطري، قال لها: "تعالي سيبي جوزِك، هأجّر لِك شقة وهاصرف عليكِ وهاصرف على عيالِك وما لكيش دعوة بحاجة." سمعت كلام الشيطان وسابت بيتها وخدت عيالها وراحت في الشقة اللي أجّرها لها الشيطان، أحمد البيطري. راح حمادة طبعًا لمّا عياله ومراته غايبين ومش عارف لهم مكان ولا ليهم لا حِس ولا خبر، راح قام جاي مقدّم بلاغ في مركز الشرطة بتغيُّب مراته وولاده. قاعدة فين دلوقتي مراته بعياله؟ قاعدة عند أحمد البيطري. يعدّي كده على وجودها عند أحمد البيطري أسبوع و2، قعدت عند أحمد البيطري أسبوعين. مع نهاية الأسبوع التاني عند وجودها عند أحمد، دوام الحال من المحال، والشيطان بيغُر الإنسان وعمره ما بيوفي بوعده. مرّة في التانية يلاقيها بتعمل اتصالات غريبة، تروح في جنب كده مع نفسها وتعمل مكالمة، ييجي لها رسايل كده تقعد مثلًا تكتب على الواتس، تاخد جنب وتكتب على الواتس. فشَك فيها، هو أحمد البيطري ده شَك فيها، إن هي مثلًا بتكلم واحد تاني أو بتخونه هو مع واحد تاني. يوم في التاني في التالت على نفس الوضع، قال: "ياه! يعني أنتِ دلوقتي سايبة جوزِك وجاية معايا أنا، وأنا اللي باقول هاشتريكِ أنتِ وعيالِك، تيجي تكلمي واحد من ورايا؟ طب وليه أنا ورطت نفسي التوريطة دي مع سِت زي دي؟ لأ ده أنا أخلص منها." ماشي هتخلص منها، طب ما تمشّيها، طب ما تطردها، مش مربوطة في رقبتك بجنزير يعني. لأ، المعلم بقى فكّر يخلص منها إزاي، يموّتها. آه، فكّر يموّتها. الراجل بيطري بقى وبتاع أدوية، راح جاب مبيد من عنده من المحل، خلطه مع منوّم وحطّه لها في العصير وشرّبه لها. ساعة و2 الست بتتألم وخلاص، فضل يتفرّج عليها وهي بتفارق.
خدها وطلع بيها المستشفى، مستشفى القصر العيني. دخل بيها هناك، سجل اسمها باسم مختلف خالص غير الاسم، واسمه برضه سجله اسم مختلف. دي مين؟ دي مراتي. طب اكشفوا عليها. وقام جاي سايبهم وماشي. طب رايح فين يا ابني؟ رايح اجيب البطاقه والفلوس. معلش اصل انا جيت مستعجل وما جبتهمش معايا. ومشي وسابها. ماتت في المستشفى. الله يرحمها. رجع البيت، مين اللي عنده في البيت؟ الولاد. عدى اول يوم عايزين ماما. تاني يوم فين ماما؟ مصطفى الصغير يعيط. جانا وسيف الكبار ما بيبطلوش ان هم يسالوا على مامتهم. فده خاف، قال لك بس هيفضحوني. يعمل ايه؟ قال لك اخلص منهم زي ما خلصت من امهم. يخرب بيتك. الله يخرب بيتك. نفس العمله. جاب المبيد والمنوم، عمل تركيبه السم بتاعته، حطها في 3 علب عصير، وخد الولاد. قال لهم تعالوا ما افسحكم. الولاد نزلوا مبسوطين. هي يا حبايب قلبي. خدهم جنينه يلعبوا شويه. بعد كده قام جاي مديلهم ال3 علب عصير. خد يا سيف يا حبيبي، خد يا جنى يا حبيبتي، خد يا مصطفى يا عسل، اشربوا العصير. الولاد الكبار شربوا. سيف وجنى شربوا. مصطفى الصغير مرضيش يشرب. اما مصطفى الصغير مرضيش يشرب، ساب الولاد في الجنينة وخد مصطفى وراح. الجاحد اللي ما يعرفش ربنا مسك الطفل الصغير 6 سنين، رماه في المية وهو حي. ربنا ينتقم منك يا اخي. وبعد كده قام جاي راح الجنينة، قعد شوية، شاف الولاد تعبانين، التعب عمال بيزيد عليهم، قام جاي واخدهم وراجع. خلاص انتهوا الاتنين. وقف توك توك من المنطقة، وخد راجل شغال معاه في المحل، خد العيلين وطلع بيهم بالتوك توك، وراح بيهم في منطقة بعيدة، ودخل في مدخل عمارة، وقام جاي سايبهم هناك. قامت الناس الصبح طبعا نازلة رايحة على شغالها، اتفاجئت بالمنظر. طفلين في مدخل العمارة تعبانين أو مفارقين الحياة ما يعرفوش. خدوهم وراحوا لأقرب مستشفى. الولد كان توفى الله يرحمه. البنت جنى لسه فيها الروح. فسألوها انت مين؟ قالت لهم انا جنى حمادة، انا كذا كذا من منشية البكاري. وسلمت بعدها الروح لربنا. ماتت، توفت الله يرحمها. حسبي الله ونعم الوكيل. راحوا طبعا لأهلها، جابوا أهلها وأهلها اتعرفوا عليها وتعرفوا على الولاد. ومن تفريغ الكاميرات عند مدخل العمارة اللي كان لقوا فيها الولاد، جابوا التوك توك وجابوا صاحب التوك توك، وقال لهم ده اللي كان راكب معايا كذا كذا. وجابوهم، جابوا احمد وجابوا اللي شغال معاه وجابوا بتاع التوك توك، وكلهم اعترفوا. بس الناس اللي كانت اللي هو الراجل بتاع التوك توك والراجل اللي شغال دول اصلا ما كانوش يعرفوا اي حاجه، لان هو قال لهم هودي الولد والبنت عند امهم. فهم رايحين بحسن نيه، ما يعرفوش اي حاجه. هو المجرم هو احمد البيطري ده. مسكوا احمد البيطري. واجهوه طبعا بتسجيل الكاميرات وباعترافات الناس، الراجل بتاع التوك توك والراجل اللي شغال معاه. ما انكرش، اعترف على طول. انا اللي عملت كذا كذا، انا اللي قتلتهم ازاي كذا 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 كذا، على طول. يعني هل ما كانش في حل ان انت تسيب الولاد عايشين، ما تجيش يمتهم؟ هل ما كانش في حل قدامك غير ان انت تقتلهم؟ هل ما كانش في حل قدامك غير ان انت تموت امهم؟ ما كانش ممكن تطردها؟ وانت يا ستي البقاء لله وربنا يرحمك. هل ما كانش ينفع ان انت تستهدي بالله وترضي بحياتك وتعيشي مستورة على الأقل عشان خاطر عيالك؟ يا ناس اتقوا الله في عيالكم، اتقوا الله في نفسكم، اتقوا الله في بيوتكم. أنا أكلها عيش وملح وما طلعش سر من أسرار بيتي بره. أكلها عيش وملح وحافظ على بيتي وحافظ على عيالي. يا ريت نكون اتعلمنا واستفدنا. دي كانت نهاية حكايتنا، والسلام عليكم ورحمة الله.